تخيل معايا واحد سكن في قصر، ركب أغلى الطوموبيلات، وفجأة لقى روحو بيت في الزنقة وما عندوش حق خبزة. هذه ماشي قصة من نسج الخيال، هذه هي الحكاية اللي بكات الملايين وحيرت الفلاسفة تاع الكرة. كيفاش فريق كان منبوذ لقى روحو بطل لأقوى دوري في العالم في 2016، وبعد سنوات قليلة طاح للظلمة؟ واش صرا داخل الكواليس؟ هل هي اللعنة أم سوء تسيير، ولا مجرد نهاية طبيعية الفقاعة انفجرت في وجه أصحابها؟ اليوم راح نحكيو على ليستر سيتي، الحكاية اللي بدات بمعجزة وانتهت بدموع، وكيفاش تحول الثعالب من ملوك إنجلترا إلى فريق يصارع في غياهب الدرجات السفلى، في رحلة دامت 10 سنين كانت فيها الفرحة قد السما والوجع قد الجبل. الحكاية بدات في صيف 2015. وقتها حتى واحد ما كان سامع بليستر. كانت التوقعات كامل تقول باللي هذا الفريق هو أول المغادرين للبريمير ليج. بصح كاين شيخ إيطالي اسمه كلاوديو رانييري كان عنده رأي آخر. جاب جوار بلاش من فرنسا اسمه رياض محرز، وفاردي اللي كان يخدم في مصنع، وكانتي اللي كان يجري بلا ما يحبس. هذيك السنة صارت حاجة ماشي نورمال. الثعالب بداو ياكلوا في الكبار واحد ورا واحد، والناس كامل كانت تستنى فيهم يطيحوا، بصح هما كملوا حتى اللافان. من بعد الفرحة الكبيرة بدات العين تعمى على المشاكل الكبيرة اللي بدات تظهر. ليستر سيتي ولا تارجت لكل الفرق الكبيرة، وبداو يسرقوا لهم في النجوم. أول واحد راح هو كانتي اللي كان هو الرئة تاع الفريق، ومن بعد بدات الضغوط تزيد على رانييري. في الكورة كاين قانون يقول الحفاظ على القمة أصعب من الوصول لها، وليستر ما كانش عندهم النفس الطويل باش يواجهوا الحيتان الكبيرة في الشامبيونز ليج والدوري في نفس الوقت. بدات النتائج تتراجع، وبدأ الخوف يدخل قلوب المشجعين. رانييري اللي كان بطل قومي لقى روحه مطرود بعد أشهر قليلة، وهذه كانت الصدمة الأولى اللي بينت باللي العاطفة في هذا النادي بدات تموت قدام لغة البزنس والنتائج، وباللي المعجزة عندها تاريخ انتهاء. لكن نقطة البداية هي الأفضل. المنعطف الأخطر في هذه 10 سنين واللحظة اللي قسمت ظهر البعير هي الحادثة الأليمة تاع طائرة الهليكوبتر في 2018. رحيل مالك النادي فيتشاي اللي كان يعتبر الأب الروحي للكل خلى فراغ رهيب في ليستر. فيتشاي ما كانش غير مول الشكارة، كان هو العقل المدبر والقلب النابض اللي يعرف كيفاش يسير الأزمات. من بعده وليده توب لقى روحه قدام مسؤولية ثقيلة بزاف، ورغم أن الفريق حاول يوقف على رجليه وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع بريندن روجرز، إلا أن الهيكل الداخلي المنعطف الأخطر في هذه 10 سنين واللحظة اللي قسمت ظهر البعير هي الحادثة الأليمة تاع طائرة الهليكوبتر في 2018. رحيل مالك النادي فيتشاي اللي كان يعتبر الأب الروحي للكل خلى فراغ رهيب في ليستر. فيتشاي ما كانش غير مول الشكارة، كان هو العقل المدبر والقلب النابض اللي يعرف كيفاش يسير الأزمات. من بعده وليده توب لقى روحه قدام مسؤولية ثقيلة بزاف، ورغم أن الفريق حاول يوقف على رجليه وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع بريندن روجرز، إلا أن الهيكل الداخلي في موسم السقوط المر ليستر سيتي عاش كابوس حقيقي. فريق فيه أسماء دولية كما ماديسون وتيليمانس يلقى روحه في مراكز الهبوط، حاجة ما تدخلش للراس. التردد في إقالة بريندن روجرز كان غلطة قاتلة. الجمهور كان يشوف في الفريق ينهار قدام عينيه وهو مشلول. الدفاع ولا شوارع، والهجوم فقد الفعالية. كل ماتش كان عبارة عن عذاب، والثقة طاحت للزيرو. في اللحظات الأخيرة جابوا مدرب طوارئ، بصح الوقت كان فات. في ليلة حزينة ليستر سيتي طاح للدرجة الثانية الشامبيونشيب، والدموع غطت ملعب كينج باور. هديك اللحظة كانت هي نهاية الحلم اللي بدأ في 2016، والواقع المر فرض نفسه. بطل إنجلترا ولا يلعب في ملاعب صغيرة وبإمكانيات محدودة. لكن ليستر سيتي بالصح السقوط ما حبسش هنا، التبعات كانت كارثية. النادي ولا مهدد بعقوبات قاسية
بسبب خروقات مالية في سنوات البذخ غير المدروس. ليستر سيتي لقى روحه مضطر يبيع أحسن ما عنده باش يسلك الديون، وبدأ يدخل في نفق مظلم يشبه للي صار الفرق كيما ليدز يونايتد أو نوتنغهام فورست زمان. التحول من اللعب في أليانس أرينا والبرنابيو في دوري الأبطال للعب في ملاعب باردة في الدرجة الثانية والثالثة هو درس قاسي في تسيير الأندية. الحكاية علمتنا باللي النجاح ماشي بسهل، بالصح الحفاظ عليه هو المعجزة الحقيقية. الإدارة اللي كانت توصف بالعبقرية ولات محل انتقاد كبير، والجمهور لقى روحه محاصر بين ذكريات المجد ومرارة الواقع اللي يقول باللي العودة للقمة راهي محتاجة سنوات من الخدمة والصبر. بالصح السقوط ما حبسش هنا، التبعات كانت كارثية. النادي ولا مهدد بعقوبات قاسية بسبب خروقات مالية في سنوات البذخ غير المدروس. ليستر سيتي لقى روحه مضطر يبيع أحسن ما عنده باش يسلك الديون، وبدأ يدخل في نفق مظلم يشبه للي صار الفرق كيما ليدز يونايتد أو نوتنغهام فورست زمان. التحول من اللعب في أليانس أرينا والبرنابيو في دوري الأبطال للعب في ملاعب باردة في الدرجة الثانية والثالثة هو درس قاسي في تسيير الأندية. الحكاية علمتنا باللي النجاح ماشي بسهل، بالصح الحفاظ عليه هو المعجزة الحقيقية. الإدارة اللي كانت توصف بالعبقرية ولات محل انتقاد كبير، والجمهور لقى روحه محاصر بين ذكريات المجد ومرارة الواقع اللي يقول باللي العودة للقمة راهي محتاجة سنوات من الخدمة والصبر. اليوم لما نشوفه في حالة ليستر سيتي لازم نفهمه باللي الكورة غدارة. الفريق اللي كان الحصان الأسود ولا عبرة لكل الأندية المتوسطة اللي تطمع في المجد السريع. بصح رغم كل هاد السواد كاين دايما بصيص أمل. ليستر سيتي عنده قاعدة جماهيرية وفية، وعنده منشآت تدريب عالمية، والأهم من هذا عنده تاريخ حديث يخليه يآمن باللي المستحيل ماشي ليستري. رحلة العودة بدات، بس الطريق راهو طويل ومحفر. لازم النادي يتعلم من أخطاء الماضي ويرجع لسياسة الرجل في الأرض بدل الطيران في الأحلام اللي كلفتهم غالي. الكورة في إنجلترا ما ترحمش، والدروس اللي تعلمها ليستر في 10 سنين كافية باش تكتب كتب في علم الإدارة والرياضة. في الأخير حكاية ليستر سيتي تبقى هي الأجمل والأصعب في تاريخ البريمير ليج. هي قصة حب بدأت بنهاية سعيدة، بصح كملت بوجع كبير. من الوقوف فوق منصة التتويج بطلاً لإنجلترا للصراع في الدرجات السفلى، المسافة كانت 10 سنين برك، بصح الأحداث كانت تعادل قرن. هل راح نشوفوا الثعالب يرجعوا يزأروا في البريمير ليج؟ ولا راح تبقى ذكرى 2016 هي الومضة الوحيدة في تاريخ نادي عاش الحلم بكل تفاصيله وصحى على كابوس ما كانش يستناه؟ الأكيد هو أن ليستر سيتي علمنا باللي في الكورة كل شيء ممكن، سواء في الربح أو في الخسارة. والحكاية مازال ما خلصتش، لأن الروح اللي جابت اللقب قادرة ترجع الفريق لمكانه الطبيعي.